السلام عليكم. النهارده يوم البانيه. النهارده هنعمل مع بعض البانيه كده بطريقه جميله بتتبيله سحريه هتخليه معاكي مقرمش من بره وطري وجميل من جوه. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. معايا هنا بوله وهنزل فيها بالبهارات بتاعتي. معايا معلقه من بهارات الفراخ، ملح وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر. وهنزل هنا معايا ميه من البصل، ومعايا عصر نص ليمونه، وكمان هضيف معلقه من الخل. كمان معايا هنا كوبايه من الزبادي، هبتدي اربها كويس قوي وانزل بيها كده في قلب التتبيله بتاعتي. كوبايه الزبادي ديت هتعمل معايا طراوه للفراخ وهتخليها كده طريه وجميله معاكي. كده الخلطه بتاعتي بقت جاهزه. هبتدي اجيب قطع البانيه بتاعتي وانزل بيها كده في التتبيله واقلبها كويس قوي. لو هتعمليها في نفس اليوم سيبيها كده في التتبيله دي في التلاجة لمده ساعتين. لو مش هتعمليها يبقى سيبيها كده لتاني يوم تشرب من التتبيله بتاعتها. وهبتدي اغطيها وهسيبها كده في التلاجة لمدة ساعتين، وبعد ساعتين كده هطلعها بالشكل ده تكون شربت معايا التتبيلة بتاعتها. وهبتدي احضر الكفر بتاع البانيه. معايا 3 بيضات، هنزل عليهم كده برشة ملح وفلفل اسمر وشوية كده من الحليب، وهقلبهم كده كويس قوي. اوعي تنسيني بقى باللايك، ما تنسيش اللايك. ومعايا بقى كده الدقيق ومعايا البقسماط. وهبتدي اول خطوه معايا هنزل كده بقطعه البانيه في قلب الدقيق. هبدرها كويس قوي كده من الجنبين، انا عايزه ابدرها كده تبديره خفيفه. وهبتدي بقى اخد قطعه البانيه وانفضها كده كويس قوي من اي بقايه دقيق، وانزل بيها كده في البيض كويس جميل قوي. هصفي كويس قوي قطعه البانيه كده من البيض، مش عايزه اي تكتلات في البانيه. وهبتدي بقى الخطوه دي مهمه جدا. لازم بقى ان انا كده اخلي البقسماط كده على الجنبين كويس قوي، ولازم اضغط كويس قوي. الضغطه دي بتخلي البانيه بتاعي الكفر بتاعي على البانيه متماسك وما يفكش منك خالص في قلب الزيت. وهبتدي ارص كده وهخلص كل الكميه بالشكل ده. وهبتدي بقى انا معايا هنا حاطه بين كل طبقه والتانية اكياس من التلاجة علشان البانيه بتاعي ما يلزقش في بعضه. وهسيبه برضو في التلاجة نص ساعة كده يمسك نفسه، وبعد كده هطلعه وهبتدي بقى اقليه. هنزل بيه كده في زيت يكون كده درجة حرارته عالية كده، يكون وصل لمرحلة الغليان، ياخد اول صدمة بس. وبعد كده هبتدي اوطي عليه النار علشان خاطر انا مش عايزاه يتحرق من بره ويفضل ني من جوه. كده الخطوة دي هتخليه معاكي مقرمش من بره وطري ومستوي من جوه. بصوا يا جماعة قطعة البانيه ولونها الذهبي الجميل زي الفل. ببتدي بقى اطلعها كده في مصفى عشان تصفي اي نقطة زيت تكون موجودة فيها. وكده الشكل النهائي يا حبايب قلبي للبانيه بتاعنا. ويا رب الوصفة تكون عجبتك. باي باي.